استني اسمعي كده الكلمتين دول. عندك مشاكل في بيتك، متضايقين، مخنوقين، الدنيا معاكسه معاكم، حاسين بتعب نفسي او جسماني، تعالوا ده انا جبت لكم الحل السحري. اعملي لايك وصلي على الحبيب. ايوه العلاج هنا، كل العلب دي انا هجيب لكم العلاج فيها، والعلاج ده نتيجته مضمونه، انا مجربه اكتر من مره. كل حاجه في الدنيا سهله ان شاء الله، وساعات بيكون لها حل بسيط بس احنا اللي ما بنكونش واخدين بالنا. وفي كلمتين مهمين في اخر الفيديو يا ريت تسمعوهم، وده الحل. اكيد مش هحل مشاكلنا بالكفته، لكن انا قررت اتاجر مع الله، ودي التجاره الربحانه. منتظر الكومنت اللي يقول لي المفروض انت ما تنزلش الفيديو، لكن انا عامل الفيديو دون تحدي، عايز حد يتحداني ويخش معايا في مسابقه الخير. دول 10 كيلو لحمه مفرومه انا عملتهم كفته طالعين لوجه الله كلهم. انت ممكن تخش التحدي معايا وتعمل اللي تقدر عليه ان شاء الله. حتى لو عملت 5 وجبات، انا كل يوم جمعه ان شاء الله بعمل اطعام. كل يوم جمعه من الساعه 5 الفجر ببدا تجهيز، بيكون يوم جميل جدا وبعود اولادي يشاركوا معايا. مش كده وبس، تعالوا اقول لكم بعمل ايه كمان. يوم الخميس بالليل ببتدي اجيب المكونات بتاعتي واللحمه المفرومه وابتدي اصبع الكفته وابتدي اسويها. وعلشان خاطر الكميه معايا كبيره بضطر ان انا اسخنها تاني الصبح قبل ما انزلها للناس، وبسيبها كمان لما تاخد وش وتحمر. لازم لما نقدم حاجه لوجه الله نقدمها باحسن وجه. مش عايز اقول لكم مدى سعادتي وانا بجهز الحاجه دي الصبح. تعالى بقى ندخل الصينيه الجميله دي على الفرن. هتاخد معانا بالظبط حوالي 10 دقايق في الفرن عبال ما الوش بتاعها يحمر. وادي البقدونس بتاعنا الجميل مغسول. الكفته بتحب البقدونس ولازم نقدم الحاجه باحسن وجه. ومش بس كده، ده انا جايب اهم حاجه الكفته بتحبها، الطحينه. مش عايز اقول لكم انا عامل كميه طحينه قد ايه. ادي طحينه واكياس طحينه، انا عبيتهم في اكياس بدل المخلل. هم اقترحوا عليا اجيب مخلل بس انا حبيت اجيب الطحينه احسن. هي الكفته يغرب بقدونس وطحينه. واستنوا بقى اهم حاجه، تعالوا اوريكم جبنا ايه. نزلت الفرن الصبح كانت الساعه 6، جبت العيش الجميل دون، عيش طازه لسه طالع من الفرن وسخن، وسبته يتهوى كويس جدا عشان خاطر هنعمله سندوتشات. وادي الكفته الجميله بتاعتنا طلعت من الفرن، خدت اللون الجميل وريحتها طالعه تحفه. الف هنا اللي هياكل. انا مش متعود بصراحه ان النوعيه دي من الفيديوهات، بس انا حبيت اشجعكم ان انتوا تخشوا معايا وتعملوا زيي، واللي مش قادر يعمل ممكن يعمل على قد ما يقدر. ادي العيش البلدي الجميل بتاعنا اللي احنا جبناه. يلا بقى نجمع كل حاجه مع بعضها ونعمل السندوتشات بتاعتنا. والله يا جماعه الطعام دون فعلا بيفك كل كربه موجوده عندكم، متضايقه، مخنوقه، تعبانين، في مشكله عندكم، مش عايز اقول لكم ثوابه كمان قد ايه. زيه زي سكره الماء بالظبط، الاتنين ثوابهم عند ربنا كبير جدا. انا مش عايز اقول لكم مدى سعادتي وانا بحضر السندوتشات دي الصبح. بتكون معايا زوجتي شغاله ورايا، وبيكون معايا اولادي كمان شغالين، كل واحد ليه مهمه بيعملها. انا بس حبيت اوريكم شكل السندوتش وهو طالع بيكون عامل ازاي. كل رغيف بعد ما بيخلص بيتكيس في الكيس كده، بس انا هنا كيست الكيس دون ونسيت احط الطحينه معاه، فهجيب الطحينه واحطها. لان انا الصبح بخلي البيت عامل زي خط الانتاج، في اللي قاعد بيفتح العيش، وفي اللي يحط البقدونس، وفي اللي يعبي الكفته، وفي اللي يعبي الطحينه، وانا في الاخر بقفل الاكياس وراهم علشان خاطر اكون متاكد ان كل وجبه طالعه على اكمل وجه. ويا ريت اللي عنده افكار كويسه للاطعام يقولها لي. انا كل جمعه بعمل اطعام شكل حسب الامكانيات اللي موجوده معايا. وجبات الاسبوع اللي قبليه كانت عباره عن سندوتشات بانيه، وكنت حاطط بدل البقدونس جرجير، كانت جميله جدا. ويا ريت بعد اذن حضراتكم ما تنسوش اللايك على الفيديو عشان خاطر يوصل لاكبر عدد يتفرج عليه، يمكن تشارك في الثواب معانا. ودي شكل كميات الوجبات اللي انا خلصتها. الحمد لله مخلص حوالي 150 وجبه، في منهم جزء اتوزع عندي والباقي اتوزع في 57 357. ودي بتكون للاهالي اللي موجوده خارج المستشفى. والله انا مش قادر اوصف لكم مدى سعادتي باليوم دون. ودي شكل الشنطه وانا نازل بيها، ودي اخر التصوير هيكون هنا. انا بقالي حوالي 5 سنين معاكم على السوشيال ميديا، عمري ما صورت فيديو زي كده، بس قلت يمكن اكون انا السبب ان حد يقدر يصور فيديو ويخش التحدي قصادي ويبقى كسبت الثواب انا وانتم، وينفقون اموالهم سرا وعلانيه. ربنا يحفظكم انتم واولادكم. مع السلامه.